اهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. فيديو النهارده هنتكلم مع بعض عن حاجه اسمها البريفكس. طيب اتكلمنا قبل كده عن البريفكس وعرفنا ان هم كتير جدا، وهي عباره عن بدايات كده بتيجي في اول الكلام. زي مين؟ زي ان، ال، وي، دس، وان، وام. البريفكس بتاعت النهارده وهي ام، ام. طيب بالراحه كده، امتى احط البريفكس ام؟ اعكس الكلام بام. بسيطه قوي. اول ما الورد اللي انت عايز تعكسها تكون بادئه بلتر بي او ام، انت بقى تعمل ايه؟ انت تعكسها بام. طيب يعني مثلا وورد ازاي؟ بالانس، انا عايزه اعكسها فاقول ايه؟ هي بادئه بي، فاحط لها مين بريفكس؟ احط لها ام لانها بادئه بي. اقول balance، imbalance، patient بدأ بإيه؟ P، فأحط لها إيه؟ M. patient، impatient، pure، impure، polite، impolite، possible، impossible، mature، immature، movable، immovable لأن هو بادئ بأم. moral، immoral، mortal، immortal، probable، improbable، partial، impartial. كل اللي فات ده استخدمنا معاه prefix ام. ليه؟ لانه كان بادئ ب P او M. طيب نيجي بعد كده لبريفكس تانية خالص وهي ايه؟ وهي er. طيب بنستخدمها امتى؟ بنستخدم البريفكس er لما تكون الورد الكلمة اللي انا عايز اعكسها تكون بادئة ب R. زي مثلا responsible تبقى irresponsible، regular، irregular، removable، irremovable، relative، irrelative، recoverable، irrecoverable. وبكده استخدمنا البريفكس er لان كده الكلمات كلها كانت بادئه بايه؟ R. نيجي بعد كده للبريفكس il. بستخدمه امتى؟ لما تكون الورد بادئه ب L. زي مثلا legal، illegal، legible، illegible، literate، illiterate. وبكده استخدمنا البريفكس L لان هنا كل الورد كانت بادئه ب L. اوكي؟